البرمجة مادة سهلة؟ سؤال هيجيلك لو أنت داخل أولى ثانوي، وخصوصًا لو داخل تانية ثانوي بتفاضل بينها وبين الكيميا. البرمجة مادة بتعتمد على الفهم والتنظيم، يعني لو أنت شخص مهمل أو مش منظم فأنصحك ما تقربش، لأنك هتحس إن الموضوع مستحيل ومش مفهوم. أما لو عندك إهمال وعدم تنظيم وعارف إن دي مشكلة وعايز تحلها، فالبرمجة مادة غير إن هي هتساعدك في حياتك المهنية، بالعكس هتساعدك في حياتك العادية، وده لأنها هتساعدك تنظم أفكارك أكتر وترتب أولويات، وده ببساطة لأنها بتعالج عدم التنظيم والتعفن الدماغي اللي بيكون مصاحب ليك عند أي قرار أو خطوة مهمة في حياتك. فمثلا لو بصيت على تطبيق فيسبوك أو تيك توك اللي أنت بتشوفني من خلاله دلوقتي، هتلاقي إن هو مبني بطريقة معينة. الطريقة دي بنسميها الاركتكشر، يعني ده بروجكت تم بناؤه بطريقة معينة أو باركتكشر معين. بمجرد ما تدخل على فيسبوك بتعرض الهوم بيج، أول حاجة بتعملها إنك بتعمل ريفرش للصفحة. الريفرش ده بالنسبه لي هو الريكوست او الطلب ده بيروح للسيرفر او الباك اند، بيقول له اعمل لي 3 حاجات. اول حاجه اعرف لي مين اليوزر ده اللي هو في الحاله بتاعتنا انت. تاني حاجه بتقول له اعرف لي مين اصدقاء او الناس اللي عامل لهم فولو اليوزر ده. تالت حاجه بتقول له اعرف لي البوستات اللي الشخص ده ما شافهاش. وبالتالي السيرفر او الباك اند بيبدا يرجع بريسبونس، هي الاستجابه، بيعرض فيها البوستس اللي انت ما شفتهاش بناء على ال3 معلومات اللي عرفهم من الباك اند او من الداتابيس. اللي حصل ده كله عباره عن اركتكشر، ده ما جاش بالصدفه، دي طريقه تنظيم وطريقه بناء للمشروع اللي هو فيسبوك. يعني جزء مسؤول عن عرض البيانات وهو فرونت اند او واجهه المستخدم اللي انت بتكون شايفها وبتتعامل معاها، وجزء تاني بيكون مسؤول عن تخزين البيانات دي وهي الداتابيس، وجزء ثالث بيكون مسؤول عن معالجه البيانات دي وهي السايكل اللي بتحصل من اول الريكوست اللي انت بتطلبه في عمليه الريفرش لحد الريسبونس اللي بتجيلك في عمليه عرض البيانات. زي المستشفى، الاستقبال بيستقبل المرضى، والدكتور بيشخص الحاله، والممرض بيتابع الحاله بتاعه المريض طول الوقت، والصيدلي بيصرف العلاج، والمخزن بيخزن الادويه. ولو الصيدلي بدا يكشف عن المرضى والدكتور بقى هو المسؤول عن المخزن، فالدنيا هتبقى فوضى خالص ومش هيكون في اركتكشر واضحه للشغل او لمتابعه المريض. الغريب ان الطريقه دي مش خاصه بالبرمجه بس، الاركتكشر دي ممكن تطبقها على حياتك. ببساطه لما بتبدا تتعمق في البرمجه بتلاقي نفسك بتطبق نفس المبدا على حياتك، وبتبطل تعمل كل حاجه في وقت واحد، وبتبدا تسال ايه مسؤوليه كل جزء في حياتك. يعني بيبقى في وقت للمذاكره، ووقت للشغل، ووقت للراحه، ووقت للتعلم، ووقت لاسرتك، ووقت تاني للنوم. زي ما في التطبيق ما ينفعش قاعده البيانات اللي هي الداتابيس تكون مسؤوله عن عرض واجهه المستخدم، في حياتك برضه ما ينفعش وقت الراحه يبقى هو وقت الشغل، او وقت المذاكره يضيف في السوشيال ميديا. كل حاجه بيكون ليها مكانها. وعشان كده البرمجه مش بتعلمك تكتب كود وبس، هي بتعلمك اركتكشر للتفكير، يعني طريقه التفكير في حياتك عموما. كل قرار يبقى ليه سبب، وكل مهمة يبقى ليها مكان، وكل جزء في حياتك يبقى ليه دور واضح. وفي النهاية المبرمج الشاطر مش اللي بيعرف يكتب كوده بس، المبرمج الشاطر هو اللي بيعرف ينظم الفوضى. الأول بينظمها جوه البرنامج، ومع الوقت بيتعلم ازاي ينظمها في طريقة تفكيره وفي حياته.